السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهارده هنعمل رز مفلفل او حبة وحبة. معايا حلة سخنتها، بدأت اضيف لها 6 معالق كبار من الزيت ومعلقتين كبار من السمن، ومعايا كوبايتين من الرز المصري مغسول ومتصفي مش منقوع. هبدأ ان انا اشوح الرز لغاية ما يبدأ لونه يصفر. طبعا هنا بكون معليه النار. بعد كده مع التقليب ببدأ ان انا اهدي النار واتابع الرز دايما في تقليب. هنا معايا حبايتين من الحبهان، ممكن يبقى حبهان بودر وده يكون افضل. بعد كده اما بيتحمر ببدا اضيف الرز اللي هو كوبايتين من الرز المصري مغسول ومتصفي مش منقوع، وازوده عليهم بعد كده معلقه صغيره من الملح وربع معلقه من الفلفل الاسود و5 كوبايات من الميه المغليه. ولما بيتشرب الرز ببدا اهدي النار لغايه ما بيستوي ويطلع بالشكل ده. هنا قدمته مع الفاصوليا بكرات الكفتة الفيديو اللي فات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.